كتاب تاريخ، يعني كتاب عن يعني عن سواء فن مش عن فن انت عبيط. قصة السيزون الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون بتدور حول استعداد معسكري السود والخضر من أجل تقوية الجبهتين وتأخير المواجهات قدر المستطاع لحد ما كل تيم يحس إن هو قادر على الصمود في المعركة التالية، ألا وهي رأسة التنانين المنتظرة اللي لسه مش عايزة تحصل، واللي طبعا الخسارة فيها هتكون بفورة. شخصياتنا في الجزء ده هي أغلبها من شخصيات الجزء الأول، ما ضافش عندنا شخصيات جديدة. شخصياتنا اتغير في جلدها، اتغير في عصب الشخصيات، في طباعهم، في صفاتهم. يمكن ظهر عندنا في الشخصيات الجديدة حوالي شخصيتين ثلاثة، منهم شخصية واحدة بس هي مثير الجديرة للاهتمام. بالاهتمام. هو احنا عارفين ان انا عارفه ان هاوس اوف دراجون هو 4 سيزونز، فاحنا بنتكلم في سيزون نزل اولاني كان السنه اللي قبل اللي فاتت، والنهارده نزل السيزون الثاني كمان سنتين. السيزون الثالث هو المسلسل هيبقى 4 سيزونز بس. السؤال، هل السيزون بالظبط. الثاني افضل من السيزون الاول ولا لا؟ قطعا لا. قطعا لا. ليه لا؟ قطعا لا. أول حاجة، احنا السيزون الأول كنا بنتعرف لأول مرة على الشخصيات دي وعن العالم ده، وهي التارجيريانز. والمسلسل اختار يحكي اقوى حقبه في تاريخ التارجيريانز اللي هي رأسة التنانين دي. المفروض الفتره اللي كل التنانين الموجوده هتشارك في الحروب لحد ما التنانين كلها تختفي تماما، وبعد كده ترجع تاني مع دينيريس تارجيريان زي ما شفت. فالسيزون الاول كان غني بالشخصيات، كانت شخصياته بتتطور، عندنا احداث كتيره، عندنا اداءات تمثيليه مثلا زي في سيريس تارجيريان كان اداء تمثيلي رائع للغايه، نظري كان يستحق ترشيح للامي. مستوى الكتابه في السيزون الاول كان افضل بكتير من اللي حصل في السيزون الثاني. طب وبالاضافه ان السيزون الاول كان جورج مارتن كان مشترك في عمليه الكتابه ومشرف عليها، وجورج مارتن هو اللي اختار راين كوندل هو المسؤول عن الكتابه في المسلسل. جورج مارتن ده كان اختياره، وجورج مارتن كان متدخل في الكتابه في السيزون الاول. وكمان على مستوى المنتجين كان عندنا ميجيل سبوتشنيك هو اللي عمل اكتر حلقات انت بتحبها، اي مشاهد انت بتحبها في جيم اوف ثرونز. هو اللي عمل باتل اوف ذا باستردز، ويندز اوف ذا وينتر، هارد هوم. فالراجل ليه ثقل. هو غاب السيزون ده عشان كان عايز يدخل مراته في الانتاج وكده، فهم رفضوا، فقال لهم طيب انا هاخد مراتي وامشي. غيابه ملحوظ الصراحه. مم. غيابه ملحوظ جدا. تحس ان ليه غيبه ملحوظ؟ المسلسل فقد الكور بتاعه، فقد البوصله اللي هو بنى لها في السيزون الاول. الشخصيات اللي هو بناها في السيزون الاول تحس بغرابه وانت بتتفرج عليهم في السيزون الثاني. يعني مثلا اليسنت بتاعت السيزون الاول هي شخصيه جامده، شخصيه معتقد عندها معتقدات دينيه، ملتزمه بالاخلاق، بتشوف ان الملتزم المفروض يتكافئ والمنحرف هو ليه نكافئه ونحطه في المركز الحب. بنشوف اليسنت السيزون ده من اول ظهور ليها في السيزون وهي بتضرب بضاعة عرض الحائط. كل اللي هي كانت بتنتقده في الشخصيات اللي حواليها هي بقت بتعمله ألعن، بالإضافة إنها بقت سلبية، بالإضافة إنها بقت مملة، بالإضافة إن أداء الممثلة بقى وحش. فحاجات كتير، خد من ده كتير. عندنا السيزون الأول الشخصية الأكثر جماهيرية في المسلسل هي ديمون تارجيريان اللي بيقوم بيها مات سميث. ومات سميث هو أتقل عنصر تمثيلي في المسلسل. مات سميث طبعا هو نجم مسلسل ذا كراون. انت عندك هنا في السيزون الثاني مفيش ديمون تارجيريان. عشان حاسس من كلامك ان الموسم ده سيء، وانا عايز افهم بس، هو الموسم ده سيء ولا اقل من السيزون الاولاني لكنه مش سيء؟ الموسم لا، ما اقدرش اقول هو سيء، بس التوقعات المنتظره من عالم جيم اوف ثرونز بتبقى عاليه جدا. ما هو مسلي، ما هو احنا هنتكلم مسلي جدا. هو عمره ما يوصلك ان هو ده ممل، او مثلا حته ان هو ايه ما فيش احداث. عمره ما يوصل للنقطه دي. هو مسلي، بس انت منتظر في العالم ده. وايه احلى حاجه في العالم ده؟ الكتابه. هو دايما اخراجه جامد. هو اللي وقع جيم اوف ثرونز في اخر سيزونين ايه؟ الكتابه مش الاخراج. اللي مخلي السيزون الاولاني احلى من السيزون الثاني الكتابه. ناخد اول مشاكل السيزون كده، وهي انا بالنسبه لي هي المشكله الكبيره. احدى الكتاب المسؤولين عن المسلسل وهي كمان منتجة اسمها سارة هيس طلعت بعد السيزون الأول قالت أنا مش فاهمة إيه الضجة اللي حوالين ديمن تارجيريان. دي أشهر شخصية في المسلسل. هو لا أب كويس ولا زوج كويس ولا أخ كويس ولا رجل شريف. أمال أنتوا بتحبوه ليه؟ هي دي عقلية كاتبة في عالم جيم اوف ثرونز. هو احنا بنحب الشخصية الكراميلا بس. فهي قالت ان ما ينفعش الشخصية دي تكون هي اكتر شخصية مسمعة في المسلسل، لان ده في الاول وفي الاخر مسلسل ابطاله نساء. فايه اللي حصل؟ اللي احنا خدنا الشخصيه دي اديناها كتف كده زي جون سنو في اخر سيزون في جيم اوف ثرونز، وخلينا ان الصراع عندنا ما بين
شخصيه نسائيه من الحزب الاسود وشخصيه نسائيه من الحزب الاخضر اللي هم رينيرا بس اليسون. حتى النسويه ما كانتش بطريقه ناضجه، كانت بطريقه اللي هو احنا هنخلي كل الستات اللي في المسلسل شخصيات بيضاء جدا، مش عايزين يندفعوا للحرب، مش عايزين يرموا الناس للتهلكه، وكل الرجاله وحشين ومتسرعين وهمجيين وعايزين يحاربوا والدم والنار وي وي وي. ومن المفارقه الغريبه ان شخصيه رينيرا، الخطه اللي هي ارتكزت عليها السيزون ده اللي هي طبقتها بمنتهى الاقتناع، هي اقتراح من ديمن في السيزون الاول. طب انتوا كده عملتوا ايه؟ طب ما هو الراجل قال لك في السيزون الاول اعملي كذا، قلت له لا انا ما هجيبش، انا ما اقتلش في ناس واحرق في ناس وادفع الرجال للحرب والكلام ده. رحت جايب السيزون الثاني عاملاها. لما تيجي الممثله اللي هي ايما دارسي، وايما دارسي منهم، انتوا فاهمين يعني ايه، تيجي في الحلقه السادسه، في نهايه الحلقه السادسه تروح مقترحه عليهم مشهد شخصيتين بيبوسوا بعض فيروحوا موافقينها. ليه؟ بناء على ايه؟ طيب انت دلوقتي راين كوندر طلع قال انا بعمل، احنا في حاجات عملناها كتير فان سيرفيس لان انا باخد باراء الجمهور. طب انت عمرك مشيت ورا الفان سيرفيس سواء في المسلسل ده او في جيم اوف ثرونز والجمهور نصفك؟ هو انت مش عملت فان سيرفيس في السيزون الثامن على اعتقادك وخايش منك؟ طيب هو الريد ويدنج كان فان سيرفيس؟ الريد ويدنج عكس الفان سيرفيس تماما. انت شايف ان مشكله الكتابه كانت في حتتين، ان هو قرر ان هو يلجأ للفان سيرفيس، وان هو قرر يلجأ لجزء من النسويه في الموضوع. كل ده انعكس على المسلسل لان انت خليت المسلسل داير حوالين شخصيتين بس ونحيت كل الشخصيات اللي كانت المفروض تكون مثيرة للاهتمام. احنا عندنا شخصية ما بتعملش حاجة غير انها بتقعد تحلم طول انا الثمان شايف حلقات، وهي برضه على مستوى الكتابة انت صعب جدا تلاقي شخصية انت عرفت تتعلق بيها. ده عكس جيم اوف ثرونز. يعني انا في جيم اوف ثرونز مثلا احنا كان في حيوانات كنا مرتبطين بيها، تنانين بتاعت جيم اوف ثرونز كنا مرتبطين بيها، جوست بتاع جون سنو، الذئب بتاع جون سنو احنا كنا مهتمين بيه. احنا عندنا هنا شخصيات ماتت واحنا بنتصنع ان احنا حزننا عليها، بس احنا ما حزناش عليها. ليه ما حزناش عليها؟ لان احنا ما قعدناش معاها الوقت الكافي عشان كنا مركزين مع شخصيات تانية بس. يعني في الحلقة الرابعة في حدث مهم جدا، الحدث ده بيسفر عن موت احدى الشخصيات اللي المفترض انها تكون تقيلة في المسلسل. عادي، المشهد كان رائع تنفيذيا رائع. احنا عندنا معركة في عز النهار واتحداك تطلع غلطات في السي جي ار رهيبة وعلوا البار على نفسهم، وهي الحلقة الأعلى ريت في المسلسل. بس لما الحدث ده حصل انا ما تاثرتش. ليه ما تاثرتش؟ لان انا بمنتهى البساطه ما عشتش مع الناس دي فتره كفايه. يعني ده كمان بينعكس على اداء الممثلين. يعني انا في الجزء الاول لما عشت مع فيسيرس اكبر فتره، عشت معاه حوالي 8 حلقات، فده انعكس ان كمان اداء الممثل بقى جامد، بقى عارف اللي هو طلع لي من عند نقطه معينه وختم عند نقطه، وما بين النقطه دي والنقطه دي كان في رحله، فانا ارتبطت بيه جدا. لكن انا هنا ما عنديش حد عدى رحله، ما عنديش حد في الحلقه الاولى في السيزون الثاني مختلف او تطور عن الحلقه الثامنه اللي هي اخر حلقه. في اي مسلسل اي فيلم لازم الشخصيه الاساسيه بتاعتها تمر برحله. مفيش رحله اعظم في الدراما كلها من رحله والتر وايت لهايزنبرج. عندنا في ماشي بدايه رحله. السيزون شخصيه نرجسيه وشايفه نفسها ان هي الاحق بالعرش وكل حاجه، في اخر السيزون الشخصيه دي بتقتنع ان هي مجرد قطعه شطرنج وان هي بس مجرد ليها دور في الحكايه، مش لازم يكون هو ده كلام على الورق جميل رائع. انت عملته ازاي؟ انت قاعد من الحلقه الثانيه للحلقه الثامنه هو بيكرر نفسه، كل شويه بيحلم، كل شويه يصحى من النوم، كل شويه بيحلم انا الملك، لا انا مش هبقى الملك، انا الملك، لا انا مش هبقى الملك، لحد ما بتوصل بقى للتخلف الاعظم ان انت جيت في اخر حلقه. والله العظيم ده حصل. عارف لما يقول لك يا جماعه ما حدش يتفرج على حاجه قبل الحلقه عشان الحرق؟ الحلقه نفسها كان فيها حرق. يمكن في مشكله كمان في الحلقه الاخيره ان الحلقه الاخيره ما هياش حلقه اخيره، هي تعتبرها هي 70 دقيقه، 70 دقيقه تريلر للي هيحصل في السيزون الجاي. اسوأ حلقه هي الحلقه الخامسه. ليه؟ ما حصلش فيها حاجه. يعني والله العظيم اللي هيخلص الحلقه الرابعه ويبدا الحلقه السادسه ما هيعاني. انت ما قلتش اي ميزه غير ده في المسلسل. هل انت شايف ان انت بالظبط، عندك اي مزيكا بس. مسبب لتكمله المسلسل ولا لا؟ انا انا كده مم. كده هشوف المسلسل، بس انا هتفهم جدا مم. لو حد شاف السيزون الثاني وقرر هو يتوقف عنه. خلاص هفهمه اوكي، جدا. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي في مشاكل الكتابه، خلاص يبقى دي اكبر مشكله. والمشكله على فكره ما عندناش غيرها. هو الاداءات اخراجيا التمثيليه. 10 على 10. الاخراجيين 10 على 10 اخراجيا 10 على 10، 10 على 10. في في مشاهد عز ما الكتابه سيئه انت بتشوف مشاهد المعارك. امم بقول لك عندنا معركه فيها اه انت قلت ثلاث المعركه تنانين الصبح دي. في طب عز الظهر. التمثيل كان كويس؟ ايما دارسي كانت رائعه، اللي هي رينيرا تارجيريان رائع. المشهد الحلقه الاولى هي بتقول كلمه واحده وطول الحلقه بتمثل بعينيها. عندنا ايجون الثاني ممثل رائع جدا جدا امم جدا، هو بالنسبه لي شخصيه السيزون بسببه هو، امم مش بسبب الكتابه، بسببه هو اداؤه هو. امم ديمون مات سميث في ديمون تارجيريان هو معتمد بنسبه كبيره على كاريزمته، بس الكتابه مش مطلعه له حاجه.
يعني الكتابة في السيزون الأول هو كان محطم وعنده صراعات وعايز الناس تحترمه، وعايز عنده مم. حاجات عايزها، فبيعكسها بتمثيل. هنا هو ما عندوش حاجة. رغم كده هو عنده واحدة من أحسن 3 لحظات في المسلسل في في الحلقة الأخيرة. ليه؟ عشان كتب له مسبب. فلما كتب له مسبب حصل مشهد الكل بيحبه، وبالتالي طلع أداء التمثيل. الموسيقى كان رأيك فيها بس. ايه؟ طب 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 رامين الجوادي برضو صح؟ أمين جوهري. مم. طب. عندنا آخر تراك في المسلسل. طب. اه، حاجة أخيرة بس يا جماعة، المسلسل ده مبني على كتاب اسمه فاير اند بلود. تاريخ مش رواية. مش زي جيم اوف ثرونز. الرواية بتبقى فيها الشخصيات بتاخد اكتس، بيبقى فيها حوارات. دي كتاب تاريخ، يعني كتاب عن يعني عن يعني في واحد سمع حاجة من واحد فدونها. يعني في أحداث كتيرة يا جماعة مش بالضرورة إن يكون اللي كاتب عنها شافها. مثلا واحد سافر راح حتة ما ورجع قال لك انا اشتريت كذا. انت شفت البدايه اللي هو سافر، وشفت النتيجه اللي هو اشترى كذا. هل انت شفت مفاوضاته مع الناس اللي كان بيشتري معاهم دول؟ كمان هو ما حكالكش، ما شفتهاش. خلاص، يبقى صناع المسلسل لما يجوا يملوا الفجوات دي، محدش من بتوع الروايه يطلع يقول لي اصل ده ما حصلش، لان هو فعلا ما حصلش. انت كل اللي انت قريته ان الشخص الف سافر من النقطه ب للنقطه س، بس. ده اللي انت شفته، ما شفتش التفاصيل. فمش كل شويه يطلع بتوع الروايه يقول لك لا اصل ده مش شكل فلان الفلاني في الروايه، اصل ده مش اللي حصل. ده خيالك، ده خيالك، ما ينفعش تفرضه على صانع العمل وصانع المسلسل. اذا كان اصلا صاحب المسلسل اللي هو جورج مارتن سايب الناس تكتب، هتيجي انت تحجر عليهم؟ ارحمونا، مش هيبقى انتم المسلسل عليه. ملخص انه سيزون يعتبر خطوه للورا. كان عندنا سيزون اول جيد، كان ممكن جدا ان احنا نبني عليه عشان نوصل للحظات كتيره مرتقبه. وللاسف في ناس كتير عارفه اللحظات دي، فانا في اعتقادي ان اللحظات دي هتخيش، لان بمنتهى البساطه ما تمش البناء ليها بالشكل المناسب. انت المفروض بتقعد تبني حلقات وحلقات عشان خاطر لحظه معينه لما تحصل تلنك مع الجمهور وتديك الصدى اللي انت محتاجه. انا شايف هتبقى معجزه لو الصدى ده حصل، حصل. لان انت ضربت مفك يعني في سيزون من 4 مواسم. يعني احنا فاضل لنا دلوقتي موسمين زي اللي راحوا، فطبعا هو سيزون خايب جدا. وتقييمي ليه 7 من 10. ده كان كلامنا عن هاوس اوف دراجون الجزء الثاني. الحلقة الجاية ان شاء الله عن مسلسلات لوكشة كده، مسلسلات فقدنا عليها الفترة الأخيرة: ذا بير، دارك ماتر، وبريسيومد انسنت. دول هيبقوا في حلقة واحدة ان شاء الله. واتمنى تكونوا شايفين مسلسل هاوس اوف دراجون، وهتشوفوا المسلسلات اللي هنتكلم عليها المرة الجاية. دي أول مرة نتكلم في المسلسلات، بس في مسلسلات حلوة يعني، أو مسلسلات عندنا حاجة نقولها عنها، مش لازم تكون حلوة لأن مش كلها حلوة. اه. فنشوفكم ان شاء الله الأسبوع الجاي، يوم الأحد أو الاثنين، وباي باي.